قتلت والدتي وشربت من دمها، ولقبوني بدراكولا وهاران. في 24 من يناير عام 22 بلغت شقيقتي عن اختفاء والدتي المسنة لمدة أسبوع عن المنزل وسرقة مجوهراتها، وشكت بي لأنني الأعزب الذي يقيم معها ودائم الشجار معها، وكنت أكرهها لعدم إعطاء المال، وهددتها بالقتل. عندما أتت الشرطة إلى منزلنا عثروا على جثتها مدفونة بالفناء، كما وجدوا ثيابا مملوءة بالدماء تعود لي، واعترفت بارتكاب الجريمة. في منتصف ليلة الواقعة توجهت إلى غرفة نوم والدتي، ووجدت الباب مغلقا وقمت بفتحه بقوة، واستيقظت والدتي مفزوعة. أجلستها عنوة على سريرها وقمت بكسر كلتا يديها، ثم أدخلت يدي في فمها، وعندها عضتني توجهت غاضبا نحو المطبخ وأحضرت أداة حادة وقمت بذبحها. عند مشاهدتي لمنظر الدماء وهي تغطي بغزارتها والدتي وما حولها شربت منه، ثم كسرت صحنا زجاجيا على رأسها. تملكني عندها خوف شديد ما دفعني للاستلقاء على السرير، ورحت أغط في النوم إلى أن استفقت في حدود 4 ليلا، وقمت بذبح 3 قطط كانت بالمنزل وشربت دماءها هي الأخرى، ثم خلدت مجددا للنوم. وعندما استيقظت في اليوم التالي وأنا بكامل قواي قطعت جثتها، ثم حفرت حفرة كبيرة ووضعت جثتها وألقيت عليها التراب، ودفنت القطط بفناء المنزل، ثم سرقت مجوهراتها من الذهب الخالص ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، وتوجهت لأحد الصاغة لبيع المسروقات مقابل 64 مليون سنتيم، وأيضا صرفت مبلغ 120 أورو بالعملة الوطنية و300 أورو أخرى في محل ثاني، واشتريت لنفسي هاتفا نقالا بقيمة 20 مليون سنتيم، وبررت جريمتي بأن والدتي تتسول وتعمل لدى الناس، وتم حكمي بالإعدام.